ولذلك كثير من الطلبة خاصة في هذه الأزمان، في هذه الفترات، يقرؤون بعض الكتب الفكرية يظنونها مصدرا للتلقي وأن بها علما في العقيدة والفقه، ويقرؤون كتبا فيها فلسفة وكتبا ليس بها تأصيلا علميا ولا عليه علماؤنا، ولا تدرجوا بها ولا درسوها أصلا ولا اعتبروها، ثم يقرؤون ويقرؤون ويقرؤون ويقولون نحن أمة اقرأ، ويقولون أمة اقرأ لا تقرأ، ونحن لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فليس من المهم أن تقرأ، المهم أن تقرأ الصحيح النافع، وإلا فعدم القراءة أنفع للإنسان من قراءة تورده الموارد.